من عمان إلى الأغوار، وتحديدا المية الساخنة. أنا معايا ثلة من أصدقائي وأصحابي ورفقة العمر وأبناء العمومة، ذاهبين إلى جولة سياحية إلى غور الأردن. اخوان، احنا موجودين اليوم في البحر الميت، واحنا الان على شواطئ البحر الميت. البحر الميت زي ما بتعرفوا موجود في المملكة الأردنية الهاشمية، غرب المحافظة العاصمة عمان، في منطقة الأغوار، أخفض منطقة على مستوى الكرة الأرضية. الآن هذه المياه المالحة، وفوق تقريبا 600 متر أو 500 متر توجد المياه الساخنة. والآن احنا بدنا بعد قليل نطلع على المياه الساخنة إن شاء الله، والكهوف اللي فيه المياه الساخنة، فابقوا معنا. ونحن اليوم موجودين بأعلى كهف سفح الجبل بناطق المياه الساخنة. تطلع من جوف هذا الكهف مياه درجة حرارتها مش معقولة، تجنن. أتمنى من كل شخص يشاهد هذا الفيديو يقوم بزيارة هذه المنطقة ويشجع السياحة بغور الأردن، منطقة تجنن. طبعا بعد كل رحلة في وجبة طعام متعارف بها عن الأردنيين، يا صاجية يا شوي. والآن هيا بنا إلى الصاجية. شباب شو بدكم ناخذ؟ جدي بلدي. احنا من عند ملحمة البصة، من عند أحمد أبو الأمير. تسمح لنا؟ طبعا يدللني، أنا زبون عنده دائما، أنت عارف. قديش بدكم تاخذوا يا حبايب؟ شو رايكم هاي؟ جدي هاي؟ شو رايكم بيها؟ احنا بدنا 2 كيلو. ثم والله اصلح لحام انا. ثم انا اصلح لحام اصلا. 2 كيلو بالاميره. طبعا هذه راس الكتف، هذه كان يفضلها الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ طبعا الصاجية احنا نسويها على اصولها يوم، والامير بعظمها، بس نصغرها الان. شايف الطريقة؟ نعم. شايف؟ بس تخلص لي اياها بالسكينة. اخوان، زي ما حكينا لكم، بعد الرحلة دائما وابدا الصاجية او المشاوي، واليوم اصدقائي اختاروا الصاجية. هاي طبعا اللية. يعني يا اخوان الان ضابت اللية، وبدنا نضيف بصل، فلفل، ثوم مقطع، طبعا قطع كبيرة. اسمع، طبعا يا اخوان الان بدنا نضيف اللحمة قبل البصل ما يصير فيه استوى، عشان يكون معه روح يلحق يستوي مع اللحمة ما يحترق. طبعا نضيف شوية من زيت الزيتون الحر. طبعا ما تخلى الرحلة من حبيبنا الأسمر. الآن جهزت الصاجية، بس ظلت علينا نقدمها للأصدقاء، وانتظرونا بالأسابيع القليلة القادمة بمشيئة الله وحوله بإطلالة جديدة، بقصة أو بموقع أو بأكلة شعبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.